صباح الهنا، يا صباح الفل، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح كل حاجة حلوة. وحشتوني 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 أغلى اخوات في الدنيا وأغلى متابعين على قلب أم محمد ومحمود. وحشتوني النهاردة يا بنات. النهاردة يا بنات عندنا تحدي حلو جدا، مستعدين للتجربة الجديدة الممتعة النهاردة نعمل تحدي ممكن تغيري بيه حياتك للأفضل. هنبدأ تحدي تحويش 1000 جنيه في الشهر. ايوه زي ما سمحتي كده، ال1000 جنيه ممكن يبقوا 1000، وممكن يبقوا 500، ممكن يبقوا 10000 لو حبيتي. ولو حابة تكملي معايا الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وأحلى لايك لأم محمد. النهاردة بس مش تحويش ال1000 جنيه بس، هقولك على فكرة حلوة هتعمليها من البيت، مش هتكلفك أي حاجة غير ورقة وبرطمان، والتحدي أصلا اسمه تحدي البرطمان. بصي بقى معايا يا حبيبة قلبي، التحدي ده مش مجرد تحدي عادي، ده تحدي انا هبدأ بيه معايا رحلتنا، هتخلينا نتعلم ازاي نوفر ونخطط لمستقبلنا، وهتعلمنا ازاي كمان ان احنا نكتشف كل واحدة فيكم بتفكر ازاي تحوش او بتشغل دماغها مع ام محمد ومحمود. طيب الهدف ايه يا ام محمد النهاردة من التحدي ده؟ ازاي نجمع 1000 جنيه في الشهر او 500 جنيه في الشهر. الهدف، وبعد كده كل واحدة فينا تقدر تعمل بالفلوس اللي هي عايزاه، سواء كنت بتحلمي ان انت تشتري حاجة معينة حطاها في دماغك، او ان انت تحوشي 1000 على 1000 كل شهر وتفتحي بهم مشروع، فبالتالي الفلوس دي تزيد معاكي. او ان انت تشتغلي، ايوه الشغل يا بنات لازم تشتغلي، لازم تبدأي، لازم تشجعي نفسك على الشغل. في ستات كتير تقولك انا اشتغل ليه واتعب نفسي ليه وانزل ليه واتكلم واتعامل ليه واروح واجي ليه. ما بقولكيش اشتغلي، ما بقولكيش انزلي واتعبي ووقفي، لا، انا بقولك اشتغلي من البيت. مشاريع كتيرة ممكن تعمليها. لو انت حابة اتكلم معاكي عن المشاريع دي اكتبي لي في الكومنتات، وانا هعمل لك فيديو مخصوص عن المشاريع دي. كل واحده فينا هتختار، هتبدا معايا التحدي، هتختار مبلغ معين تحوشه كل يوم او ممكن تحوشيه كل اسبوع. ما تخافيش، التحدي ده مش صعب، بس محتاج منك حاجتين: الاراده والاصرار. كل واحده فينا تقدر تحقق هدفها. مستنياكم تشاركوا معايا. ممكن بصي انا عايزه اقول لك حاجه قبل ما نبدا الفيديو او التحدي بتاعنا. انا ما بلزمكيش بمبلغ معين. كل اللي بتنزل في الكومنتات وتقول لي المبلغ ده انا هقدر احطه ازاي كل يوم، يا ستي المبلغ اللي انا بحطه انت ممكن تقسميه على 2، ممكن تقسميه على 3، ممكن تقسميه على 4. ليه بتصعبيها على نفسك؟ انا مش عايزاكي تصعبيها على نفسك خالص. انا بقولك من اول جنيه واتنين جنيه وتلاتة جنيه، 30 جنيه او 40 جنيه يا ستي. الطبقات بينا متفاوتة، يعني في واحدة من مقدرتها ممكن تحط 30، ممكن تحط 40، ممكن تحط 50، ممكن تحط 60، ممكن تحط 100. انا بدي افكار ليكي ولغيرك، مش ليكي انت بس، ما تربطيش ان الفيديو كله ليكي. ماشي، انا بشجعك ان انت تبداي التحويش بمبالغ بسيطه، والله ما بصعبهاش عليكي، فانت ما تصعبهاش على نفسك. حطي بس اللايك الحلو وتعالي بقى. ايه كل الارقام دي يا ام محمد؟ هفهمك الفكره. اول فكره عندي هفهمها لك. بصي، انا يوم واحد في الشهر، في شهر 11 ان شاء الله باذن الله، معايا يوم واحد هجيب يعني معايا 2 جنيه. اتنين في واحد في اتنين باتنين، تلاتة. بصوا، تلاتة اللي هو تاني يوم، 2 في 2 ب4. هجيب 2، يعني هحط 4 جنيه. طيب اول يوم حطينا كام؟ 2 جنيه. تالت يوم حطينا 6 جنيه. رابع يوم حطينا 8 جنيه. الفكرة بسيطة، بس عايزاكي تفتحي مخك معايا وتشغلي دماغك معايا. انا مسكت او 10 ايام في الشهر ضربتهم في 2. ماشي، يعني يوم واحد ضربته في 2، واتنين يوم 2 ضربتها في 2، ويوم 3 ضربتها في 2، لحد يوم 10. 2 في 10 ب20. طيب ال10 ايام الاولانيين يا محمد عملوا معاكي قد ايه؟ عملوا معايا 110. 110 عايزه تدفعيهم بعد 10 ايام انت حره، هتدفعي كل يوم حوالي 11 جنيه. ماشي، عايزه تدفعي كده باليوم 2، 4، 6، 8، برضو انت حره. تمام، هندخل على 10 ايام اللي هما بيبقوا في النص. بص بقى، انا ضربت 2
في 11 طلعت معايا ب22 جنيه. ماشي. 2 في 12 طلعت معايا ب24 جنيه. 2 في 13 طلعت معايا ب26 جنيه. لو انت مش قادرة تحط ال26 جنيه اعمليها جمعية بينك وبين اولادك، او اقسمي المبلغ على يومين. تمام. يعني انا ممكن اخد 13 و14 واحط ال26 على مرتين. ماشي. على مرتين، ما بلزمكيش. ممكن تزق التحدي شهر ونص، شهرين، زي ما انت حابه. ما تعقديش الامور وتقولي انا مش قادره احط المبلغ ده، او مش قادره احط ال30 جنيه دول، او مش قادره احط ال40 جنيه دول. ماشي. انا بقول لك خلي البيت كله يشارك معاكي في التحدي ده. ماشي. انا اول 10 ايام جمعت 311 جنيه. دول اول 10 ايام جمعنا 311 جنيه. ماشي. انزلي بقى لاكبر بند عندنا في التحدي كله. حلو. 2 في 20 اللي هو يوم 20 ب40 جنيه. 2 في 21 ب42 جنيه. احنا هنا 21 ب42. هنا 2 في 22 ب44 جنيه. 2 في 23 ب46 جنيه. ماشي. الفلوس اللي انت شايفه ان هي كبيره عليكي زي ما قلت لك ممكن تقسميها على يومين او 3. ممكن كمان تريحي ايام في الشهر ما تحطيش. تمام. في ممكن تحصل اي ظروف عندك يعني ما تحطيش فلوس النهارده، ما فيش اي مشكله. ممكن تعملي التحدي ده على شهر او على 2، على شهرين او على شهر او الاتنين. المهم ان انت تطلعي بفلوس كويسه. ممكن تعمليه توقفي، تعملي اول 10 ايام ويبقى معاكي 110، او ممكن تعيدي اول 10 ايام دول على مدار ال30 يوم. يعني انا ممكن كل يوم احط مثلا 2 جنيه و6، واليوم اللي بعده برضه احط 6 جنيه، 10 جنيه، 14 جنيه، 18 جنيه. ماشي. 110 في 3 اللي هم ال30 يوم. 30 يوم 110 في 30 يوم ب330 جنيه. ممكن تحوشي 330 جنيه في الشهر، مش شرط ان انت تحوشي ال1000 جنيه. طيب بصي بقى، انا النهارده جبتلك فكره تحمسك او تشجعك على التحويش. شايفين بقى البرطمان الحلو ده؟ يا رب البرطمان يكون واضح عندكم في التصوير اهو. شايفين البرطمان الحلو ده يا محمد؟ انت عامله في البرطمان ايه يا محمد؟ ملبساه ورقه ولا ايه؟ لا بص، شايفين الورقه ديت؟ انا قطعتها من الكشكول الحلو اللي احنا ما بنستغناش عنه ده، ولزقتها بلزق من اللزق الابيض ده، وكنت مسطراها كده. بص انا كاتبه عليها ايه. بصي انا عايزاكي تشوفي الارقام. بصي بقى، تعالي كده. ادي البرطمان اهو. شايفين 1 في 2 اللي هو اول يوم عندنا في الشهر، اللي هو ال2 جنيه اللي احنا حطيناهم. انا كاتباهم اهو. اول يوم حطيت 2 جنيه، ده تحدي ال1000 جنيه. اول يوم حطيت 2 جنيه. تاني يوم 4 جنيه. تالت يوم 6 جنيه. ماشي. لان ضربت 1 في الشهر في 2 فطلع معايا ب2. ضربت 2 في الشهر في 2 فطلعت معايا ب4. جدول الاتنين كله تضربيه في اول ايام الشهر، في ايام الشهر كلها. جدول الاتنين كله. بصي 6 جنيه لما ضربنا ال3 في 6 و8. 5 في 2 ب10. 6 في 2 ب12 اهو. كل جنيه، كل مبلغ هتحطيه هتعلمي عليه هنا. يعني مثلا هتعلمي عليه كده. شايفه؟ هتلونيه، هتعلمي عليه زي ما انت حابه. في البرطمان اهو معانا اهو. برطمان، اي برطمان عندك صغير كبير. ممكن تعملي الفكره ديت على علبه، على كرتونه، اي حاجه. انا بس بديك الفكره وانت تمشي معايا بيها اهو. ادي البرطمان اهو زي ما انتوا شايفين. وده التحدي اللي انا هبدا معاكم عليه، وكل اسبوع هنيجي نصور بقى البرطمان واقولك وتقولي لي انا حطيت قد ايه. طيب يا محمد، انا شايفه ان المبالغ دي حبيبه قلبي كبيره عليا، وعايزه مبالغ صغيره شويه طول الشهر، واعمل منها برضو مبلغ كويس. مفيش اي مشكله. هقولك دلوقتي
اصبري عليا، والله هتاخدي الخلاصه، والله الفيديو حلو، والله الفيديو يستحق التشجيع، والله العظيم كومنتاتكم الجميله. اي حد يعني بيقول لي كلمه، بيقول لي انت بترغي كتير، انت بتتكلمي كتير. ما انا برغي كتير وبتكلم كتير عشان انصحك، عشان اديكي نصيحه تعملي بيها، عشان لازم اما نعمل حاجه نعملها صح، مش نعملها غلط ونمل ونزهق. انا بحاول اشجعك بحاجات بسيطه، بحاجات من عندك في البيت. إيه، مش عايزاكي تزهقي، مش عايزاكي تملي. ما هو بيقولك قليل دائم خير من كثير منقطع. اعملي حاجة لنفسك تتسندي عليها، حاجة لوقت الطوارئ. ما تزعليش من كلامي، اللي يديكي نصيحة ده مفروض ان انت تشكريه. ماشي. انا بتكلم مع اخواتي وبحاول افكر لكم واجيب لكم حاجات من بره الصندوق. والله انا بتعب في الفيديوهات وما بلاقيش تفاعل عليها قد كده. انا مبقاش عايزه اكمل اصلا في القناه. يعني انا القناه ديت انا عاملاها عشان افيدكم وانتوا تسالوا عليا وتفيدوني باللايكات بتاعتكم، ونتواصل مع بعض عن طريق القناه ونستفيد من بعض. فما بلاقيش لايكات بقى ولا تفاعل، بزعل والله بجد. فما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انا عارفه ان انت، انا صاحبتك وانت صاحبتي، انا اختك وانت اختي، وحابه ان احنا نشارك مع بعض. اي حاجه في الفيديو مش عاجباكي واكتبي لي عليها في الكومنتات وانا هرد عليكي. احنا اخوات وبنتكلم مع بعض، والاخوات دايما بيبقوا قلبهم على بعض. بصي بقى، انا مش هقدر احوش المبلغ ده يا ام محمد. طيب انا هقول لك تعملي نفس الفكره دي. ماشي. على فكره انا قطعت بالورقه دي بالمسطره. بصوا المسطره ده اهي، كنت جايبها للواد محمود. قطعت بها ايه، نص الصفحه كده بالطول، ولزقتها على البرطمان. عندك بقى برطمان صغير ممكن تعملي برضو في الحركه دي. بصي بقى، انا يعني مثلا هنشيل بس البرطمان كده اهوت، وهقول لك بقى. دافعه الكشكول كده ليه يا ام محمد؟ بصي، عايزه تحوشي 500 جنيه في الشهر. 500 جنيه في الشهر، لو عملناهم في 5 شهور هيبقوا ب2500. ماشي. على رمضان ممكن تجيبي بيهم خزين رمضان، تجيبي بيهم الفراخ، تجيبي بيهم اللحمه، تجيبي بيهم اي بند انت عايزاه. تجيبي بيهم سجاده حلوه. على فكره في الايام الجايه تخفيضات في السجاد يعني، والمحلات بتعمل عروض على السجاد. ممكن تجيبي سجاده، ممكن تجيبي حافظه. بص الفكره ايه، انا مش عارفه هو وضع عندكم ولا لا، بس انا هحاول اقرب لكم بصوا يا بنات، ال 500 جنيه من اول الشهر، يوم واحد في الشهر بتحط جنيه، يوم 2 في الشهر بتحط 2 جنيه، الارقام اهي. يوم 3 في الشهر بتحط 3 جنيه، يوم 4 في الشهر بتحط 4 جنيه، يوم 5 في الشهر بتحط 5 جنيه، لحد ما توصلي يوم 10 بتحط 10 جنيه. طيب ال10 ايام الاخرى من الشهر اللي هم بتحط يوم مثلا 21 بتحط 21، يوم 22 بتحط 22، يوم 23 بتحط 23، يوم 24 بتحط 24. طيب انا اول الشهر يا ام محمد وقبضت المرتب ومعايا فلوس. طيب هتجمعي هتحطي مثلا، ممكن تحطي المبالغ اللي هي اللي انت شايفاها كبيره، اللي هي 23 ولا 24 و25 و26 و27. ممكن ان انت تحطيهم كمبلغ في اول الشهر، جمعيهم كده على بعض يطلعوا بقى 100 200 زي ما هم، وقومي حطاهم مره واحده. بعد كده بقى من الفلوس الفكه تبداي ان انت تحطي ايه. مثلا انا حطيت 10، العيال حطوا 7، معايا 3 جنيه مثلا وخمسة، حطيت 8 جنيه. ماشي. وقمت برضو عامله نفس البرطمان، فكره البرطمان ديت قمت عاملاها وكاتبه هنا الارقام 1 2 3 4 5 6 7 8، واعلم برضو اعلم، واعمل لكل عيل في البيت برطمان زي ده ان هو يحط فيه. ماشي. ويعلم العيال اعملي التوفير ده، اعملي التوفير يا حبيبه قلبي زي اللعبه بالظبط. زي الايه، زي اللعبه بالظبط. علميهم ان ده لعبه، وانت كمان خدي التوفير والتحويش بالنسبه لك زي اللعبه بالظبط. يعني العيل الصغير بيبقى نفسه في لعب كتير ان هو يجيبها، وانت بتبداي تجيبي له لعبه بلعبه. انت برضو التحويش والتوفير لما تبداي تحوشي مبلغ على بعضه 1000 1000 ونص، هتبداي تجيبي حاجه ايه بسيطه كده في البيت ليكي، حاجات شخصيه، حته ذهب صغيره، حته حلق صغير. تمام. كل الحاجات ديت حاجه في حاجه في حاجه، يبقى عندك كل اللي نفسك فيه من غير اي ضغط. انا عايزاكي تبقى سوبر. يعني بصي، يعني تبقي كده امرأة خارقة كده من جواكي، بتفكري، بتشغلي دماغك. انا عايزه كل اللي حواليك يتفاجئ بيكي ويتفاجئ بتفكيرك ويتفاجئ. انا عايزاكي تحبي نفسك، مش عايزاكي تكتئبي، مش عايزاكي توقفي ده دماغك ده عن التشغيل خالص. عايزاه يشتغل 24 ساعة، يفكر ويدبر ويحوش ويخطط ويرسم. تعملي كل حاجة صح في حياتك، حاولي تغيري من حياتك.
لما تقرري تغيري من حياتك صدقيني حياتك هتتغير للاحسن. حاولي تتعلمي عادات ايجابيه مش عادات سلبيه. حاولي ما تعتمديش على حد في التفكير، واعتمدي على نفسك واستعيني بالله. وكل حاجه هتعمليها في البرطمان ده لازم تطلعي منها صدقه. اه، لازم تطلعي منها صدقه وتذكري الله في التعليقات، وتقولي لي بتشاهديني من انهي بلد. ها، بتشاهدوني من حبايبي اللي بيشاهدوني من الجزائر، وبيشاهدوني من كل حته انت عايزاه. لو انت موظفه او ست بيت ماشي، ممكن تعملي الفكره دي معايا. الموظفه طبعا بتركب مواصلات وشنطتها على طول مليانه فلوس فك. ممكن تعملي ال اللهم صل على سيدنا محمد، قولوا معايا تعملوا الفكره ديت احسن من الجمعيات. عايزه تحوشي 1000 جنيه هتحوشي 1000 جنيه، عايزه تحوشي 500 جنيه هتحوشي 500 جنيه. انا مش عارفه اعمل ايه معاكم، انا جبت لكم كل الارقام اللي تقدروا تحوشوا بيها، من اول جنيه و2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه. لو دورتي في كشكولك اللي احنا متعودين عليه وبنكتب بيه، هتلاقي اللي بتقول لي انا مش قادره احوش المبلغ ده كبير عليا. لو دورت وكتبت كل جنيه انت بتصرفيه، هتلاقي فلوس رايحه على الارض ما انتش عارفه انت بتعملي بيها ايه اصلا، او ان انت كنت غفلانه عنها. فلوس بتقع على الارض كده وانت كنت غفلانه عنها. ماشي، حاولي تكتبي كل جنيه تكتبيه. بصي، ربع جنيه يعني الواد اديتي جنيه الولا جاب اي حاجه لنفسه، مثلا اديتله 5 جنيه، اكتبيه. هتلاقي بنود والله العظيم انت كنت بتصرفي فيها كده بالهبل، ما تعرفيش انت بتصرفي فيها ايه. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناه. يعني انتوا يعني مش عارفين توصلوا الفيديو ل10,000 لايك؟ ما اظنش انتوا قادرين اكتر من كده. 10,000 لايك و10,000 كومنت. ها، لو اختكم حبيبتكم ربنا يبارك لي فيكم ويسعدكم ويطول عمركم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وتحدي جديد وتحدي البرطمان. ما تنسوش تحدي الجمعيه، احنا هنقبضها اول الشهر. هي الحصاله بتاعت الجمعيه هنقبضها يوم 1 في الشهر، تمام؟ اللي هي كل 10 ايام، كل 10 ايام 10 جنيه في الجمعيه بتاعتنا. فما تنسوش ان الحصاله ديت هتتفتح كل 10 ايام واحد هيقبض. فان شاء الله يوم 1 هنفتحها، ويوم 10 هنفتحها باذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم ربنا يديمكم نعمه في حياتي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.